ما تبدأش بالMVP، ابدأ بالMDP. أغلب الناس اللي بتعمل startups أو بتبني products بيبدأ دايمًا يفكّر في الMVP الminimum viable product أو النسخة الأولى من المنتج، ولكن الأهم إنّك تبدأ بالMDP minimum distribution product. لمّا آجي أفكّر في MVP أنا بافكّر في الfeatures أو في الحلول اللي هابنيها علشان المستخدم يستخدمها. بادوّر بعد كده على العُملا أو الaudience اللي أنا مستهدفها. ولكن لمّا أبدأ بالMDP أنا باخلق قناة توزيع من الأول، من قبل ما أبني الproduct بتاعي، بتساعدني إن أنا أعرف إذا كان عندي network أو عندي target audience واضحين أقدر أوصل لهم. أسأل نفسي سؤال، هل عندي مثلًا 50 عميل أقدر أروح لهم بالproduct بتاعي أول ما أبدأه؟ تاني حاجة بتساعدني إن أنا أعمل validation وأعمل تقييم للمنتج أو الidea نفسها الاحتياج الحقيقي اللي عند الuser اللي أنا مستهدفه. طيب إزاي أعمل MDP أو إزاي أبدأ بالMDP؟ أبدأ بالMDP إن أنا أبني قناة تواصل مع عملاء محتملين ليّا، عن طريق إن أنا أستخدم رسايل، أستخدم إيميلات أبعت لهم، أعمل مكالمات أو أعمل interviews حقيقية مع الجمهور اللي عنده الpain الحقيقي اللي أنا باحاول أحلّه. الحاجة التانية إن أنا ممكن أبني landing page أو wait list أقدر من خلالها إني أشوف انطباع الناس أو اهتمام الناس أو احتياج الناس للمنتج أو الproduct ده. لو عملت كده يبقى أنت بنيت قناة توزيع من قبل ما تبني الproduct، وبالتالي أنت بتبني الproduct لreal customer مستنيه علشان يستخدمه، بس كده.